السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم في موضوع جديد، وهو الفرق بين التكست نوتس والموديل تكست. آه، التكست نوتس في الريفت هي كتابة 2D، يعني نصوص بنستخدمها للشرح أو توضيح الرسومات، وملهاش أي وجود في الموديل نفسه. الخصائص بتاعتها إن هي 2D، بتظهر في فيو واحد بس، وما بتظهرش في 3D، وما بتتحركش مع الموديل، وبتتأثر بالسكيل لو انا غيرت السكيل، وهي جزء من الدوكيومنتيشن. بنستخدمها امتى؟ لو في ملاحظات على اللوحات، او في توضيح تفاصيل تسليح، او كتابة ابعاد او تعليمات تنفيذ، او نوتس في بلان او سيكشن او ديتيل. أه مثلا اكتب سلاب بسكنس يساوي 15 سنتي كده. اما الموديل تكست بتبقى نصوص ثلاثية الابعاد، يعني كتابة لها وجود حي في الموديل زي اي عنصر معماري او انشائي. البروبرتيز بتاعتها ان هي بتظهر في البلان والسيكشن والاليفيشن وال3 دي، بتظهر في كل الفيوهات، وهي مرتبطة بورك بلين، مش بتحط كده، لازم تبقى تعملها سيت ورك بلين، وبتتحرك وتدور مع الموديل، ولها عمق وارتفاع وكده. بنستخدمها لو في كتابة أسماء مباني أو مناطق في 3D، أو لو حد برزنتيشن أو عرض المشروع للعميل كده. بنستخدم يعني فيها الموديل تكست. موديل تكست دي يعني مثلا أحط اسم المشروع ظاهر فوق المبنى في 3D view. طيب خلينا نبدأ بأول حاجة، في إن أنا هبدأ بالتكست نوت، اللي هي هروح على انوتيت تاب، وبعد كده هلاقي فيه تكست. هي في خانة لوحدها كده اسمها تكست. بعدين هاجي اكتب، هلاقي فيه في البروبرتس في انواع كتيرة، في 2.5 ملي سيركل، في فاميليز كتيرة. ممكن انت تعمل edit type وتعمل دوبليكيت، وتعمل حاجة جديدة ليك. تستخدم تتحكم بقى في الكالر بتاعها واللاين ويت وترانسبيرنت، لو انت عاوزها تبقى الحاجة اللي وراها تتشاف ولا هي تبقى اوبك. والشو بوردر عاوز ليها بوردر، والليدر بوردر اوفست، والفونت نوعه اريال مثلا او نوع تاني، او التكست سايز والتاب سايز، وهو في بولد ايتاليك اندرلاين، الحاجات دي كلها. وبعدين هتكتب مثلا صلاح، هتلاقي فيه بقى بولد ايتاليك واندرلاين، وكل الخصائص اللي هي شبه بتاعة الوورد دي. هو في ايه تاني؟ آه وهتلاقي فيه شيك سبيلنج، لو في هيعملك السبيلنج ده، في لو في غلط. وفي كمان بعد شيك سبيلنج ممكن تطلع منه ليدر، او اليمين او الشمال، او تشيل الليدر من هنا برضو. او في برضو الالاينمنت، انك تجيبها لو في عاوزة تبقى aligned مع حاجة. كل البروبرتيز دي. وفي في برضو لو عملت ليدر، انت عاوزه ارك ليدر ولا عاوزه يعني عاوزه يبقى، شوف هيبقى ارك ولا يبقى خط مش ارك، يبقى خط مستقيم. وكيب ريدابل، لو انت شلت الكيب ريدابل ديت، بعدين عملت روتيت، هتلاقيه هتلاقيه عادي انك ممكن ما تقراش. انما لو عملت كيب ريدابل، فهتلاقيه في كل زاوية انت تبص منها هتلاقيه تعرف تقراه. في ايه تاني؟ احنا قلنا على شيك سبيلنج. في كمان حاجة مهمة اللي هي الفايند اند ريبليس. لو خلينا مثلا نكتب نعمل تكست جديد، نكتب بيم، وممكن بيم reinforcement door
column. فأنا عاوز أعمل أبحث عن تكست معين، ممكن أعمل عنه find and replace دي. أكتب مثلا column find text، فهو يروح قايل لي هو موجود، التكست ده موجود في ليفل واحد، والتايب بتاع الفيو اللي هو فيه فلور بلان، والكونت والكونتنت والحاجة اللي موجودة فيه اللي هو كولوم لو كلمة كبيرة. يعني مثلا لو أنا عملت سيرش بيم بس، فهيجيب لي فيه بيم وفيه بيم رونفورسمنت، فهيجيب لي لو فيها، لو هي بتحتوي على الاتنين فهو هيجيب لي الاتنين. لو ضغطت على دي هيجيب لي بيم، ضغطت على دي هيجيب لي بيم رينفورسمنت. طيب لو انت عاوزها في الفيو ده بس، ولا عاوزها عاوز تبحث في الانتاير بروجكت، في البروجكت كله؟ طب طب انا عملت دلوقتي، عملت سيرش على بيم، طب عاوزها ماتش كيس، ف... فيروح جايب لي الحاجات اللي هي المشابهة، ولا عايز الحاجة اللي تبقى اللي فيها بيم بس ما فيهاش بيم رينفورسمنت، هي زي ما هي كده بس، فيروح جايب لك اللي هي زي ما هي بس. أه بس كده أظن إن احنا يعني وضحنا الموضوع. وممكن كمان نجرب ما بتيجي ترسم الموديل تكست، تجيبه من structure تاب هتلاقي فيه موديل، في موديل تكست، تكتب مثلا صلاح. هو هتيجي تعمل، مش هيكتبها، لأن انت لازم تعمل set work plane. فانا اول حاجة اعمل set work plane، وممكن اختار الورك بلين بتاعتي او اعمل بيكا بلين. فاعمل بيكا بلين واقول له مثلا عاوزها تبقى مرسومة على على البلاطة دي، وبعدين اقول له موديل تكست، اقول له صلاح، فالاقيه راح عاملها لي على الورك بلين اللي انا اخترتها. وفي هنا برضو البروبرتيز بتاعتها احنا عاوزين نتحكم فيها. بس كده. أظن الموضوع يعني تم تغطيته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.